حضرتك مثير للجدل بالتصريحات الأخيرة كثير، لدرجة منعك من الظهور على الفضائيات، لكن احنا استضفناك. أود أن أعرف سيد التميمي أولا وجهة نظرك في وجود العراق الآن في محيط ملتهب بعد كل ما جرى لحزب الله في لبنان، سقوط نظام بشار الأسد، ما حدث أيضا لغزة، مقتل أكثر من 50,000 في غزة أيضا. أين العراق مما يجري؟ مساء الخير فضيلة، شكرا جزيلا لك. أنا فعلا كنت محظور ويمكن ما زلت محظور من الظهور على الإعلام العراقي والعربي، مو بس العراقي. ما أعرف ليش، بس أخيرا كانت هي الفتية اللي أصدرها هيئة الإعلام والاتصالات عن طريق السيد محمود الربيعي اللي هو مسؤول بالعصائب، وبتوجيهات من شيخ قيس لأسباب سياسية خلينا. لكن عمليا بعد ما شافوا انه هذا الموضوع ما له تأثير، لانه انا صوتي بالاساس ده يوصل للناس عن طريق وسائل التواصل وليس عن ظهور الاعلامي، فذهبوا الى مجلس النواب واصدروا كتب رسمية من مجلس النواب من اكثر من لجنة، بما فيها لجنة الشهداء والسجناء السياسيين. طيب. وراحوا باتجاه انه يخاطبون الادعاء العام والقضاء لمحاكمتي بتهمة التطبيع مع اسرائيل. ولكن طبعا كانت مضحكة بالنسبة للقضاء وللشعب العراقي، لان الجميع يعرف التطبيع مع اسرائيل ليست وجهة نظر، هو قرار سياسي، والقرار السياسي يتخذونه اللي عندهم السلطة وليس شخص معارض. أنا تعرفين فضيلة استهدفوني مع ابني في بغداد لما كنت سنة 2023 شهر الثامن، واضطريت أرجع إلى بريطانيا مرة ثانية بعد أن القضاء العراقي والأجهزة التحقيقية الضباط المختصين بالتحقيقات بلغوني أنه اللي زرعوا لك العبوة هم جهة مرتبطة بالحرس الثوري. وعلى قولة أحد الضباط الكبار بالدولة، ضابط أمني كبير، قال لي شيخ غيث اللي خلالك العبوة حرامي بيت، يعني من العائلة مو من خارج. طيب شيخ تميمي، طيب اسمح لي فقط، احنا كنا نتحدث عن العراق، ايضا كنت اتمنى منك تتحدث عن العراق. مجلس الوزراء مثلا وافق على قانون الحشد الشعبي واحالته للبرلمان. هل كل ما يجري من اجل فالح الفياض لانه وصل لعمر معين من الضروري ان يتقاعد، هل برأيك سيتم التصويت عليه بالإجماع؟ شوف فضيلة، أكو واحدة من أخطر المشاكل اللي يعانيها السياسيين والحكومات هي عدم القدرة على احتساب الزمن السياسي صح، بمعنى حتى وإن كان اتخذ الإجراء لكن بشكل متأخر تصير كارثة دائما تدفع الشعوب ثمنها، وهذا شفناه مع بشار الأسد وصدام حسين وغيره. أزمة القوى السياسية في العراق أنه بالدستور 2005، انتبه للتاريخ 2005، تم تثبيت بالدستور حل الميليشيات وحصر السلاح بيد الدولة، بمعنى من 2005 كانوا هم خايفين من جيش المهدي ومن بدر ومن البيشمركة ومن غيره، فحطوا بالدستور أنه حل الميليشيات، لأن كانت ميليشيات سنية، مقاومة سنية وبعثيين ونقشبندية. لكن من 2005 وإحنا الآن بال2025 عجزت القوى السياسية أن تحترم الدستور وتلقي السلاح، مع اختلافنا مع اللي يحصل في سوريا مثلا. لكن على الأقل ولو من الناحية الشكلية أكو نوع من المبادرة لإلقاء السلاح والانخراط في فكرة الدولة. إحنا بالعراق كل الأطراف السياسية تحكم الدولة ولديها خشية كبيرة جدا من مؤسساتها الدستورية بما فيها القوات المسلحة، الأجهزة الأمنية. طبعا هاي المشكلة كانت موجودة من زمن عبد الكريم قاسم ومن زمن البكر وصدام حسين، لكن هذه لا تنسجم مع دولة دستورية ديمقراطية. العراق الآن مثقل بقرار نزع سلاح الميليشيات. فالح الفياض كجزئية ضمن هذا المشهد العام هو بالحقيقة يمكن يمثل توازن أكثر مما يمثل ارتباك، بمعنى هو عنده قدرة على أن يفهم الخطاب السياسي ويتفاهم مع السلاح. الأزمة الحقيقية ليست في الحشد، هذا تضليل. الأزمة الحقيقية في الحرس الثوري،
في ميليشيات مرتبطة عقائديا ووجوديا وتمويل وتسليح وقرار مع الحرس الثوري، لا علاقة لها بالدولة العراقية ولا بمصالحه. طيب شيخ تميمي، بشكل مفاجئ رئيس الوزراء الأسبق مصطفى الكاظمي عاد إلى العراق، حطت طائرته في بغداد. برأيك هل هناك ترتيبات معينة تعرفها تضمن له العودة إلى نشاطه السياسي مرة أخرى؟ أنا أعتقد أن الإيرانيين يدركون أن مرحلة عادل عبد المهدي، وأنا مطلع على معلومة سمعتها من أحد القادة الشيعة، قال لي شخصيا لولا أنه حج قاسم سليماني أبلغنا نصا أنه اقبلوا، وتحديدا عادل عبد المهدي أبلغه سليماني، أو عبد المهدي أبلغ سليماني أنه اقبلوا بالكاظمي كخيار انتقالي لمواجهة إدارة ترامب. أنا بتصوري هم الآن بغض النظر هل يسعون إلى كسب الكاظمي لبدء نوع من التوازن لاستيعاب إدارة ترامب، أو كيف يفكرون، لكن عمليا هم المرحلة دي يفكرون بهالطريقة. الشيء اللي يجب أن يكون واضح أن السيد مصطفى الكاظمي لم تكن علاقته إيجابية مع إدارة ترامب، لأنه كانوا يتوقعون منه الكثير هو والتيار الصدري والحلبوسي وبرهم صالح، لكنهم أخفقوا أرجعوا الدولة إلى الميليشيات والحرس الثوري. هو لا يملك قصة نجاح بالمعنى الأمريكي لترامبي، ممكن يعد قصة نجاح من منظور الإطار أو من منظور القوى السياسية. هذه إشكالية حقيقة، هي إشكالية عدم قدرة القوى السياسية الشيعية تحديدا على فهم إيقاع الحياة السياسية الإقليمية والدولية. أسألك سؤالين وتبقت لدي 3 دقائق يا شيخ تميمي. السؤال الأول يتعلق بسوريا، هل لديكم مخاوف أو آمال مرتبطة بسوريا وحدودها مع العراق مع الإدارة الجديدة؟ فضيلة العراق ما لم يطبع علاقاته بشكل واضح ومعلن ودائم مع إسرائيل، راح نبقى عندنا مخاوف من السعودية ومن تركيا ومن إيران ومن سوريا ومن الأردن ومن أمريكا ومن بريطانيا ومن روسيا ومن الصين. احنا عندنا مشكلة حقيقية. الآن المنطقة يجب أن تنتهي من مرحلة وجود جماعات عقائدية تفرض علينا أمننا وهويتنا واستقرارنا. القصة مع إسرائيل ما عادت قصة أنه أرض يجب استعادتها وشرف منتزع يجب، الشرف الحقيقي أن نحترم للإنسان أن يعيش، أن للدول أن تكون قائمة ولا يوازيها ميليشيات عقائدية. هذا النموذج يطبق في السودان، يعني يا سيد تميمي، يعني أنت تدعو جهارا بالتطبيع مع إسرائيل، صح؟ هذا ما تريده؟ أنا لا أدعو جهارا، أنا أقول الواقع. إن لم تضر فانفع، فإنما ولكن في ظل جرائم نتنياهو هل هذا ممكن؟ يا سيد، هل في ظل ما قام به نتنياهو من جرائم في الشعب الفلسطيني هل يكافأ الآن؟ الواقع يقول يا فضيلة، الشعب السوري والشعب العراقي والشعب اللبناني خلصوا من صدام والأسد ونصر الله، ولكنهم لا يزالون متعثرين، ما قادرين يأسسون دولة مثل الإمارات والسعودية والبحرين والمغرب والأردن، ما قادرين. ليش؟ الإشكالية في فكرة الدولة القومية. الإماراتي يعرف نفسه إماراتي ولاء للإمارات، الكويتي كذلك، إلا الإسلاميين ولاهم خارج الحدود، إلا القوميين ولاهم خارج. هذا معناه أنا معني بغزة وبالقدس وبواشنطن وبإريتريا. طيب متى أبني دولة قومية؟ متى أحدد أنا من في هذه اللعبة؟ المسألة ليست تطبيع علاقات مع إسرائيل بمعنى خضوع لأحد، إنما الاعتراف بوجود دول شرعية قائمة وبوجود انقسامات وعدالات انتقالية وحقوق للفلسطينيين. الإمارات ومصر والسعودية والأردن لم تفرط بحقوق الفلسطينيين، على العكس هي أقدر الدول وأكثرها تأثيرا في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين. نعم. ليش؟ لأنها تتصرف كدول وليس كجماعات إرهابية. نعم. هذا هو الفرق. شيخ تميمي، واضحة هذه النقطة من حضرتك. يعني أنا أود إجابة عن سؤال أخير. أنت قلت لديك وثائق
تؤكد من قتل الناشط والصحفي العراقي هشام الهاشمي. نعم. من قام بذلك؟ وإذا رجعت إلى بغداد 2023 جلست مع الجهات القضائية المختصة، وجلست مع جهاز المخابرات ومكافحة الإرهاب ورئيس جهاز الاستخبارات الاتحادية، وراجعت ملف اللي قتله والعملية وبالأسماء وبالتفاصيل، وتطابقت بالمئة جميع ما لدي من بيانات مع ما موجود في التحقيقات. من هي هذه الجهة؟ كتائب حزب الله بأمر من سيد خامنئي شخصيا، بفتوى مكتب سيد خامنئي شخصيا. أنت مسؤول على هذا الكلام وهذا الاتهام، لماذا لم تعلن النتائج؟ وقف أمام القاضي وأكد ما قلته، وقف أمام القاضي وقال قتلته بفتوى. من الذي أفتاك؟ قال سيد خامنئي. أنا لا أدعي شيء، هذا الكلام موثق في القضاء العراقي والأجهزة التحقيقية. هشام الهاشمي وأحمد عبد الصمد ومازن لطيف وتوفيق التميمي وريهام يعقوب وغيرهم من الشباب قتلهم الحرس الثوري الإيراني بفتوى شرعية من السيد خامنئي، فتوى دينية، أؤكد فتوى دينية. توجد فتوى سيد خامنئي وفتوى من سيد كاظم الحائري تبيح قتل العراقيات والعراقيين المختلفين مع محور المقاومة ومع إيران. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك. إذا الشيخ غيث التميمي من لندن، شكرا لوجودك معنا في استوديو 1 مع فضيلة. أشكرك.